يلا يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبايبي، احنا بنكرم الملوخية دي بإذن الله، يدينا ويديكم طول العمر ويحسن ختامنا وختامكم، ويخلي لكم أولادكم وأولادنا وأولاد جميع المسلمين، وانصر غزة وانصر فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان، اللهم آمين يا رب العالمين. احنا كل سنة بإذن الله بنكرم الملوخية من سنة للسنة. وادي حبايبي طريقة الملوخية. بنبدأ أول حاجة نهويها بغطا بصينية بأي حاجة عشان العفشاية وإن كانت تراباية ولا فيها ولا حاجة تقعد في قعر الصينية. وبعد ما نكرمهم، بعد ما نهويهم بنكرمهم أو نغربلهم في الغربال في الأول ماسك عشان إن كان فيها تراب ولا حاجة تمشي، وبنكرمهم بالمصفاية والغربال، وبتطلع زي الفل إن شاء الله. وكل سنة طيبين وبعد الأيام، وربنا يجعلها سنة بيض علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل سؤله، اللهم أعطي كل سائل سؤله، اللهم أعطي كل سائل سؤله. أنا يا حبايبي صلى على الحبيب قلبكم يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يوعدنا ويوعدكم بزيارة النبي، اللهم آمين يا رب العالمين. واحنا مع بعض خطوة بخطوة، وما تنسوش تدعمونا في القناة وتعملوا لنا اشتراك عشان كل جديد يوصل لكم. لو طينة ولا حاجة بتقعد في آخر الصينية زي ما انتوا شايفين. الناس اللي بتهركها كده بطينها، شايفين يا حبايبي؟ الناس اللي بتهركها كده زي ما هي بيبقى فيها طين وفيها عبش وفيها حاجات كتير، احنا بنقعد ننقي فيها عشان ناكل حاجة نظيفة. عليكم شايفين الأمراض وشايفين الدنيا اللي حاصلة، يعني ربنا يصلح حالنا يا رب وحال عيالنا وحال جميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. احنا ممكن بنهوي العفش بيرجع لورا، شايفين يا حبايبي؟ عفش والطين والحاجة بترجع لورا، تنزل الورقة بس ونجي نكرمها بيبقى سهلة وما توجعش اليد ولا حاجة. هي بنحطها في التلاجة في البرطمان، نحطها براطين في التلاجة في كيس من جوا كيس أي حاجة، بس ما يحصلهاش مية، أو في الفريزر بتقعد زي ما هي. والله العظيم من السنة اللي عدت الملوخية قاعدة زي ما هي، بطبخ بيها زي العسل. سنة بتعامل مع ناس يعني الملوخية حلوة لوحديها. أنا بشيلها في التلاجة بتقعد زي ما هي، حطها في الفريزر بتقعد زي ما هي في التلاجة العادية، بس بحيث إن ما يحصلهاش مية. والله شايفين أنا خليها كلهم عفش إزاي. أي طينة أي حاجة تقعد في آخر الصينية. وكله بيخفف عليك ويريحك، تتعب ساعتين ولا حاجة، وطول السنة وانت قاعدة مستريحة. حط الشوربة على البوتاجاز وتكبش الملوخية وتطبخي، تكافي وتطبخي، تبقى سهلة ولا مش سهلة يا حبايبي؟ تعبتلك ساعة ولا ساعتين وطول السنة مستريحة. وربنا يدينا ويديكم طول العمر ويحسن ختامنا وختامكم ختام جميع المسلمين، اللهم امين. شايفين اللي طلع؟ شايفين؟ ادي العفش على بيته كله ان شاء الله. اول ما اكرم وانا بكرم وهرجع لكم تاني باذن الله تعالى. يا حبايبي رجعنا لكم تاني. ادي احنا بعد ما هوناهم بالصينيه نعملهم بالغربال الماسك، ان كان فيهم تراب ولا حاجه تنزل، عشان لما نيجي نكرمهم ما يبقاش فيهم حاجه. طلع الحديد جاي لكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واحبابه واصحابه ليوم الدين. شايفين يا حبايبي زي الفل ان شاء الله باذن الله. الترابة بتنزل فين؟ في الصينية عشان ما ناكلش حاجة وحشة. يا حبايبي شايفين الترابة؟
التراب ده. يلا حبايبي صلوا على الحبيب، قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واحبابه واصحابه اليوم الدين. الانسان يقدر يحسب نفسه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. كان حتى الثياب بتاعه يرجع الثياب ويرجع المداس بتاعه، كل حاجه كان بيرجعها، خيطها بايده، مستناش حد يخيطها له. كله ده احنا القدوة بتاعتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا. احنا دايما بنقتدي بيه. ان كان في تراب ولا اي حاجه بتنزل، عشان لما اجي اكرمها ما تبقاش فيها تراب، تتعبى على طول. وما تنسوش تدعمونا في القناه عشان كل جديد يوصلكم. وصلنا على الحبيب يا حبايبي، قلبكم يطيب. صلى على النبي بتشفي القلوب. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. اللي طلعنا منهم نجيناهم وهوناهم وعملناهم بالغربال الماسك ودينا بعد ما بهروكم بالغربال ده السلك بعملهم هنزلهم بالمصفاية. يلا يا حبايبي صلوا على الحبيب، قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بس انا انزلهم تاني بالمصفاية بعد ما اخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني ان شاء الله.